الفيديو ده مهم جدا وخاص بنتيجة الثانوية العامة وحجب نتيجة بعض الطلاب. ركز معايا في الفيديو ده جدا علشان تعرف التفاصيل، وما تنساش طبعا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، لان احنا مستمرين معاكم في اخبار نتيجة الثانوية العامة والتقديم للكليات واختيار الكلية والتظلمات وكل شيء خاص بالطلاب بعد ما خلصوا الامتحانات هتلاقيه باذن الله تعالى هنا على القناة. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية كده وقبل ما اقول اي حاجه، علشان الناس اللي بتقول لي المصدر، فمصدر الخبر بتاع النهارده موقع كشكول، وده على ضمانتهم هم، يعني انا ما الا ناقل للخبر ليك، واكيد طبعا موقع كشكول التعليمي مش محتاج تعريف بيه. طيب خلاصه الخبر اللي انت عايز تتكلم فيه النهارده ايه؟ خلاصه الخبر ان تم حجب نتيجه الطلاب اللي قاموا بتسريب الامتحانات، او اي طالب قام بتصوير امتحان ونشره على الانترنت حتى لو بعد انتهاء اللجنه، فده برضه هيتم حجب النتيجه بتاعته. ده الكلام على اساس موقع فيتو التعليمي، قال ان اي طالب قام بتصوير الامتحان فتم حجب نتيجته وتم حرمانه من الامتحان لمده سنتين. طيب بهدوء كده، هو حجب النتيجه ده؟ حجب النتيجه هيجي يكتب رقم الجلوس بتاعه في اي موقع هيعرض النتيجه زي اليوم السابع، الوطن، او حتى موقع كشكول التعليمي دلوقتي ده، لما تظهر يعني النتيجه وتعلن رسميا، او حتى على موقع الوزاره هيجيب له كده رساله يقول له تم حجب نتيجتك. فطبعا الفئه من الطلاب دول اول ما تظهر النتيجه ويلاقي حجب نتيجتك دي هيعمل قلق، هيفضل يقول لك ده الاف الطلاب تم حجب نتيجتهم والوزاره بتظلم الطلاب. مفيش وزاره بتظلم الطلاب ولا حاجه، بس ده طالب كان بيغش، الوزاره مسكته وهو بيغش او المراقب مسكه وهو بيغش، فبالتالي تم حرمانه وتم حجب نتيجته. وخد بالك ان الوزاره قالت على موقع كشكول التعليمي ان كل شيء مراقب بالكاميرات وكل شيء مصور. وبس كده، ده كان فيديو اليوم. ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات، والسلام عليكم.